في خبر طريف من أحد مساجد شرق الرياض. هذا المسجد تأخر فيه الإمام عن صلاة العصر 35 دقيقة، مع أن الوقت المحدد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو من 20 إلى 25 دقيقة بين الأذان والإقامة في صلاة العصر. طبعا مع تحفظنا أن بعض أئمة المساجد صلاة الظهر والعصر ما هي داخلة معهم ضمن الروتة، يعني بيكون عادة يصلي الفجر والمغرب والعشاء، لكن احنا زي ما قلنا بعض الأئمة هذا الإمام تأخر ودايم يتأخر عن وقت صلاة العصر تحديدا. أحد المأمومين مرة من المرات واللي هو شغله قريب من هذا المسجد اقترح الجماعة أنه هو يصلي العصر فقط، اقترح الجماعة أنه يقيمون الصلاة، يعني 35 دقيقة مرت والإمام ما بعد جاء والناس وراها مصالح وراها شغلات تقضيها. فعلا أقاموا الصلاة وتقدم رجال يصلي فيهم، لكن إمام المسجد وصل وهم خلال الركعة الثانية. أنا يعني التوقع الطبيعي جدا أن إمام المسجد بيصلي مع العالم وبعد الصلاة حتى لو عنده شيء بيتفاهم مع الإمام البديل بيتفاهم معه بعد الصلاة. اللي صار أن إمام المسجد ما تحمل على ما يبدو فكرة أن أحد يتجرأ ويقيم الصلاة ويصلي في الناس وهو موجود، فقطع صلاة الناس في الركعة الثانية وبدأ يهزئ الإمام البديل أثناء الصلاة إن شلون تصلون وأنا ما بعد جيت. يعني تصرف غريب جدا ومستنكر جدا وغير مفهوم إطلاقا. يعني هذا الإمام يبدو أنه فاهم الإمام غلط.